لما اكون بقدم في شغلانه جديده وفي شركه جديده وانا دلوقتي قاعد في الانترفيو بتاعي وبعمل نيجوشيشن على السالري بتاعي، اعمل ايه؟ واحده من الحاجات اللي احنا بنبلد اصلا في الكارير ان احنا نكون عارفين كويس جدا البي اللي بيدفع في الشغلانه اللي بشتغلها دي، عارف النورم والافرج بتاع الماركت اللي بيدفع كام، عشان مهم جدا وانا قاعد جوه الانترفيو ابقى عارف الرينج اللي هيبقوا بيتكلموا معايا فيه. يعني مثلا ما تبقاش شغلانه انا عارف ان هي الافرج بتاعها من 25 ل 30 الف جنيه بيدفع فيها مثلا في الشهر، وانا قاعد في النيجوشيشن هو والله يا جماعه I'm expecting 50. طب يا معلم، هو اصلا الطبيعي بتاعت الشغلانه دي ما يدفعش فيها الرقم ده، سواء كمدار تدرج وظيفي اللي هو مثلا حضرتك داخل على سبيشالست رول او داخل على جونيور رول او داخل على تيم ليدر رول، حضرتك مش داخل على مانجر او دايركتور، دي حاجه، او ان نوع الشغلانه نفسها ما بيدفعش فيها المبالغ دي. فمهم ان انا اكون وانا بحضر للكارير بلاننج بتاعي اكون عارف كويس جدا من الناس الاكسبرتس في الشغلانه، سواء حد اتش ار بيعين الشغلانه دي ممكن اساله اون 1 تو 1 حتى على لينكد ان، ابعت له مسج واساله، دي حاجه، او الناس اللي انا اعرفهم في دايره المعارف بتاعتي ممكن يكونوا شغالين الشغلانه دي اعرف منهم. وانا لما اكون عندي عدد سنين خبره كذا، عندي 5 سنين خبره، الشغلانه دي بيدفعوا فيها كام؟ عندي 10 سنين خبره، الشغلانه دي بيدفعوا فيها كام؟ وهكذا. وده هيسهل عليا بشكل كبير جدا وانا قاعد في الانترفيو ابقى عارف انيجوشيت وعارف انا اكون بتكلم في رقم عامل ازاي.